بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة في برنامجكم نور في قلبي. خرج إبراهيم بن أدهم ذات يوم لحج بيت الله الحرام ماشيا، فرآه أحد الحجيج فقال له: يا إبراهيم، أليس لك مركب تركبه؟ فقال إبراهيم: إن معي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. فتعجب الرجل وقال: أين هي يا إبراهيم؟ أنا لا أرى شيئا. فقال إبراهيم: إذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزل بي قضاء ركبت مركب الرضا. فقال الرجل: يا إبراهيم، سر على بركة الله، فأنت الراكب وأنا الماشي. سر على بركة الله، فأنت الراكب وأنا الماشي. حول شكر نعمة الله عز وجل تدور حلقتنا اليوم، وهذا ما نتعرف عنه بالتفصيل ولكن بعد الفاصل. وما لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. إلهي منك إسعادي وخيري، إلهي منك إسعادي وخيري، ومنك الجود، إلهي منك إسعادي وخيري، ومنك الجود والفرج القريب. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. مفيش حد فينا إلا وربنا عز وجل أنعم عليه بنعم كتيرة جدا، بداية من نعمة الإسلام ونعمة الوجود. وكل واحد فينا لو تفقد في نفسه سيجد نعم الله عز وجل عليه كثيرة، تغمره من المهد إلى اللحد إلى ما بعد ذلك من خلود طويل. ولذلك قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم عشان تدوم لنا وتبقى معنا ونتنعم بها ونؤجر عليها لابد من شكر الله عز وجل عليها. ده في دنيا الناس لو حد أسدى إلينا معروف بنشكره، فما بالكم بنعم ربنا اللي ملأت حياتنا، أعطانا العينين والأذنين، وأعطانا اليدين والرجلين، ونعمة الحياة والأب والأم والزوجة. نعم كثيرة كثيرة جدا. هذه النعم تستوجب منا أن نشكر الله عز وجل. لكن يا ترى إزاي هنشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ هل نقول الحمد لله فقط يبقى كده شكرنا ربنا عز وجل؟ ولا إيه هو المطلوب للشكر؟ علماءنا بيقولوا الإنسان عشان يشكر ربنا عز وجل لازم ولا بد من 3 أمور. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة باطنا، أن يكون بداخله أن الله قد أنعم عليه وأن المنعم هو الله. ما يبقاش في ذهن الإنسان إن النعمة دي أنا اكتسبتها بشطارتي، أنا وصلت للمكانة دي بجهدي. لا يا سيدي،
الذي أوصلك إلى هذه المكانة هو الله، والذي أعطاك الجهد لتصل إلى هذه المكانة هو الله، فاشكر ربك عليها. ولذلك ورد أن سيدنا موسى وكان كليم الله قال: يا رب، خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء، فكيف استطاع أن يشكرك؟ عرف يشكرك إزاي؟ على النعم دي. فربنا عز وجل قال: يا موسى، عرف أن هذه النعم مني، فكانت معرفته بذلك شكرا لي. إن يبقى في قرارة نفسك أن الذي أنعم هو الله، والذي تفضل هو الله، والذي منح هو الله. يبقى أول شيء الاعتراف بالنعمة باطنة. النوع أو الأمر الثاني لكي تكون شاكرا التحدث بالنعمة ظاهرة، إن اللسان ينطلق بشكر الله. دايما نقول: الحمد لله الذي منحنا كذا، الحمد لله على نعمة الزوجة، الحمد لله على نعمة الأولاد، الحمد لله على نعمة الأمن، الحمد لله على نعمة الحياة، الحمد لله على نعمة العافية. إن اللسان ينطلق بشكر الله عز وجل. مش ربنا قال للنبي وقال لنا كلنا في شخص النبي: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله عز وجل عليك، ولينطلق لسانك بشكر الله. ده حضرتك لما هتشكر ربنا بلسانك، كونك تشكره، نعمة الشكر دي، الشكر ده نعمة تستوجب شكرا. حتى ورد أن سيدنا داود قال: يا رب، كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي تستوجب بها شكرا. فقال الله: الآن شكرتني يا داود، الآن شكرتني يا داود. يبقى الأمر الثاني عشان نكون شاكرين لله إن لساننا ينطلق بمدح الله وبحمد الله وبالثناء عليه. الأمر الثالث عشان نحقق الشكر إن احنا نستعمل نعم الله عز وجل في طاعة الله. ربنا اداك العين لا تنظر بها إلى حرام، ربنا اداك عقل فكر به في الخير، ربنا أعطاك لسانا اذكر به الله وأمر به بالخير وانهى به عن الشر، ربنا أعطاك جسد قوي اعمل به في الأرض، شيد وابني وعمر وينفع الآخرين بصحتك التي منحك الله عز وجل إياها. يبقى عشان نبقى شاكرين لربنا لازم 3 أمور: إن نحمد ربنا بلساننا، قلوبنا تكون عارفة أن النعمة من الله عز وجل، جوارحنا تستعمل في طاعة الله، ونعم الله تستعمل في طاعة الله. ربنا وسع علينا وادانا مال ننفق منه ونعطي الفقراء، نستعمل نعم الله في طاعة الله، لأن الشكر ده فضله كبير جدا. فمن فضله إن ربنا عز وجل قرن الشكر بالإيمان، يعني المؤمن هو اللي بيشكر. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني إذا آمن الإنسان وشكر ربه لا غرض لله في عذابه سبحانه وتعالى. كذلك من فضل الشكر أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى الشاكرين دول ربنا بيمنحهم من فضله ويمنحهم من نعمه. قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يا ترى ما معنى هذه الآية؟ هذا ما سنعرفه ولكن بعد فاصل قليل. يغفر لي ربي وارحم بعفوك علي تكرم، اغفر لي ربي وارحم بعفوك علي تكرم، أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم، أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الأكرم،
ثبت إيماني يا رب، واهد قلبي لما تحب، وسامحني على كل ذنب. أنت الذي بسري أعلم، أنت الغفور الرحيم، وأنت العزيز الأكرم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. ربنا بيقول لنا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ربنا بيقول إحنا اختبرنا الناس بعضهم ببعض. تجد شخص معين ربنا أنعم عليه بالصحة، أنعم عليه بالمال، أنعم عليه بالزوجة، أنعم عليه بالمكان، أنعم عليه بمحبة القلب، بمحبة الناس. فالناس الآخرين يقولوا: إشمعنا ده ربنا اداله، إشمعنا ده ربنا أكرمه. ربنا بيقول لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين. إحنا أعطانا هذه النعم وأغدقنا عليه من فضلنا عشان هو بيشكرنا أكثر. ولذلك ربنا قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. عاوز النعمة تبقى معاك وتستمر معاك، أشكر ربنا عز وجل. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. كل لما تشكر ربنا عز وجل يزيدك من فضله. ومن فضل الشكر مشاهدي الكرام إن معظم الأعمال ربنا أوقف الجزاء فيها على مشيئته. فقال في الغنى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال في الرزق: يرزق من يشاء. وقال في إجابة الدعاء: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لكن عند الشكر لم يعلق الجزاء على مشيئته، بل جعله جزاء مطلقا، فقال: وسنجزي الشاكرين، لم يقل إن شئنا. وسيجزي الله الشاكرين، ولم يقل إن شاء الله. بمعنى أنك إذا شكرت الله انتظر المزيد من الله، وانتظر الجزاء الوفير دون حد ودون عد لا يعلمه إلا الله. وخدوا بال حضراتكم، شكر الله عز وجل من أعلى المقامات. العبد اللي بيشكر ربنا معناه إن عبد معترف بالجميل، معناه أنه لم ينسى ربه، معناه أنه دائما وأبدا موصول بالله. لذلك الشيطان قال لربنا: أنا هضل عبادك ومش هتجدهم، ما قالش مصلين أو صائمين، مش هتجدهم شاكرين. بنقرأ كلنا كتاب ربنا، ربنا بيقول على لسان إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني سأجعلهم يجحدون فضلك وينكرون نعمك ويغفلون عن شكرك. الشيطان عاوز كده. فلما حضرتك بتنسى نعم ربنا وتنسى تشكر ربنا على النعم، انت كده أصبحت فريسة للشيطان، فريسة للشيطان. وربنا عز وجل أثنى على سيدنا نوح الأب الثاني للبشرية بأنه كان عبدا شكورا، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يا ترى سيدنا نوح كان بيعمل إيه عشان ربنا يثني عليه ويمدحه ويقول إنه كان عبدا شكورا؟ قال العلماء: كان سيدنا نوح إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا جلس قال الحمد لله. حركاته وسكناته كلها يحمد ربه عز وجل عليها. لذلك أثنى الله عليه فقال:
إنه كان عبدا شكورا. أثنى الله عليه فقال إنه كان عبدا شكورا. فكلما شكرنا كنا أهلا لثناء الله عز وجل. فماذا عن بقية فضل الشكر؟ ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. ما لي إليك وسيلة إلا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. سيدنا نوح ربنا أثنى عليه فقال إنه كان عبدا شكورا. وكمان يا سادة الشكر دليل على إن العبد يعبد ربه حق العبادة. ربنا بيقول لنا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لو حضرتك وحضرتك بتعبدوا ربنا عبادة حقيقية هتشكروا ربنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأكثر شيء نشكر به ربنا أن نبتعد عن معصية الله، لأن المعاصي بتزيل النعم وتمحق النعم. حتى إن الإنسان عندما يعصي ربه عز وجل الله يعاقبه بأن يسلبه نعمه. اللي عاوز يحافظ على نعم ربنا عليه يستعملها في طاعة الله. إذا كنت في نعمة فارعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. يرد بعض المشاهدين أو بعض الناس المتفلسفين يقول شكر إيه يا مولانا؟ ده أنا بعصي ربنا وما بشكرش على أي نعمة ورزق كتير جدا وربنا موسع علي، أكتر تاجر فالح، وصلت المكانة لم يصل إليها أحد. نقول لهؤلاء أنتم على خطر عظيم. ربنا بيقول في كتابه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والعياذ بالله. سيدنا سفيان يقول في معنى قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يقول كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. ويقول أيضا يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. يعني لما تلاقي حضرتك الدنيا ماشية معاك تمام
وكل حاجة تخشها تفلح، وأولادك كويسين وزوجتك كويسة وانت كويس ووضعك جيد في عملك، إلا إنك ما بتشكرش ربنا وبعيد عن طاعة ربنا وما بتصليش، اوعى تظن أبدا إنك كده على خير، انت كده على خطر عظيم. لأن أكبر بلاء يبتلي الله عز وجل به العبد أن يمنعه الشكر، أن يبتليه بالغفلة، أن يبعده عنه. يعني إيه؟ يعني المشكلة اللي بتحصل عندك وتقربك من ربنا أفضل من النعمة اللي بتنزل بيك وتبعدك عن ربنا. فكن شاكرا لله عز وجل وابتعد عن المعاصي عشان تدوم عليك نعم الله عز وجل. ده ربنا عز وجل خلقنا جميعا من أجل أن نشكره، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لماذا يا رب؟ لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم حبيبنا جميعا كان يقوم كما في صحيح مسلم، كان يقوم يصلي بين يدي الله من الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله هون على نفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألم ينعم علي ربي بنعمة الرسالة أفلا أشكره؟ ألم يجعلني آخر الأنبياء زمنا وأعلاهم رتبة وقدرا أفلا أشكره؟ فكأنه يعطينا رسالة اللي ربنا أنعم عليه يجب عليه أن يشكر ربنا ويعترف بالجميل لربنا عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا فقال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ربنا عز وجل بيحب العبد اللي بيشكر ربنا، اللي بيحمد ربنا في كل حركاته وسكناته، لأنه على يقين أنه لا يرفع قدما ولا يضعها إلا بقدرة الله عز وجل. وعلى هذا النهج صار السلف الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم. فسيدنا عمر بن الخطاب مثلا علمنا ازاي نشكر ربنا. كان إذا لبس الثوب يشكر ربنا عليه ويقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا خرج من الخلاء يضع يده على بطنه ويمررها ويقول: يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. فلنشكر ربنا على نعمه حتى تدوم علينا، حتى نكون من أهل قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا من أهل المزيد وأهل الشكر لك يا رب العالمين. اللهم آمين. خالص تقديري وتحياتي لحضراتكم، دمتم بخير، وإلى لقاء آخر نلتقي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.